محمد درار، تفضل يبا. خير أستاذ. أول أحب أشكر أستاذ الفاضل. طبعا بالنظر عن مفهومي للفيدرالية، طبعا أنا من الناس ما يحبذ الفكر الفيدرالي، لكن ممكن نغير وجهة نظرنا إذا حدث الممكن. المهم أستاذي، داير أقول لك، هل مفهوم الفيدرالية الأريتري حاليا فكرة، هل استوعب الشعب الأريتري المفهوم الفيدرالي معناه الحقيقي، ولا حياخد في مسار تاني بالذات الشعب الأريتري في حصار حاليا، حصار غومي؟ فهذا السؤال. الشعب الأريتري حاليا لو فهمت سؤالي ناضج فكريا لاستيعاب الفكر الفيدرالي الحقيقي. شكرا. طيب، أجاوب على السؤال ولا ناخذ سؤال ثاني بعاه؟ الأدمن ناخذ سؤالين مع بعض ولا أجاوب على السؤال أحسن؟ ممكن في سؤال ثاني مكتوب هنا، في سؤال مكتوب هنا ثاني أستاذنا. معظم التنظيمات المعارضة الإريترية. نعم ممكن. أيوة، أقرأ كله بس أشوف ويا تغرب الإدارة الذاتية البرهانية ما هو الجديد الذي أتت به الحركة الفيدرالية. طيب، أول سؤال، أشكرك الأخ محمد على سؤالك. حتى وإن اختلفت الآراء يعني لا يختلف الود، يعني ما يختلف هنا. وكويس إنه حتى الآراء في السياسة تكون مختلفة، لأنه ده بالمناسبة هو تطور الفكر الإنساني أصلا قايم على التباين والاختلاف في الأفكار، وإلا الناس كلها لو تشابه كان مشكلة، ما كنا حنتطور أبدا يعني. فجيد هو سؤالك. لكن الشعب الإريتري إذا هو يفهم مفهوم الفيدرالية ويفهم الشعب الإريتري وهل هو ناضج لها، والله شوف، هو الشعب مر بمرارات كثيرة، عنده تجربة كثيرة الشعب الإريتري، والمرارات الكثيرة اللي مر بها من أيام يعني شوف مثلا أيام الإيطاليين مثلا ما هدشوا النسيج الاجتماعي الإريتري بشكل كان، يعني الإيطاليين كان حكم أنا ما أقول عليه كويس، لكن كان من ناحية ما تدخل في الشؤون الداخلية بتاعة النتيجة الإريتري، فما كان الناس كانت موجودة كما هي يعني زي ما تقول. جل البريطانيين برضو ما عملوا حاجة، كان حكم شبه انتداب إداري هو، واصلوا الموظفين كلهم كانوا إيطاليين رغم أنهم كانوا يحكموا البلد. برضو ما هبش النتيجة الاجتماعية. النتيجة الاجتماعية كانت هبش 200 اتهبش أيام الاستعمار الأسيدي، لما جاء التهجير الغفري للإريتريين، حرق المدن، حرق الغرة، تهجير لما حصل وقتها بدأت النتيجة تتغير شوية، لأنه بدأ يجي نوع من الكسوح من المرتفعات دخلت على المنخفضات كمان. مش هم يعني وقتها كان رضاء، لكن كان في نوع من برضه الهروب، يعني الناس كانت تهرب على السودان وتجي في المنخفضات، وهروب كان فيه. واستمرت المسألة جدا أنه الميدان كمان كان في المنخفضات بتاعت إريتريا، في رحاب المنخفضات الإريترية هي قامت الثورة الإريترية بالحقيقة، يعني الثورة الحقيقية الإريترية ضد الاستعمار السوري قامت هناك يعني. فكان الوقت ذاك نزوح كثير لكل أجناس إريتريا بدأت تتلخبط هناك. بالمناسبة الناس الكبار، أنا أمي بالمناسبة مثل مرة كبيرة في العمر، هي عمر الله يجازي العمر والصحة، بالنسبة لها إريتريا كانت هي بالمناسبة بتطوع وجندها، يعني عشان أكون صريح معك، تسمع بالمناطق الثانية لأنه ما في سفر، الناس ما كانت تسافر. لما الناس أنا صغير أتذكر دي في مطوع، لو ما شفت من مطوع لجندة زاد هيبوكا يعني كده شوية أكل كده عشان الطريق، رغم إن هي ما تبقى أكثر من 40-50 كيلو يعني. فإريتريا هي كانت كده، الناس كانت عايشة في مناطق منعزلة. الثورة والهجرة فتحت الإريتريين نوعا ما يعني. أنا مثلا والدتي تعلمت القراية لما هاجرت السودان، يعني عمرها كان 40 سنة تعلمت القراية والكتابة يعني. فالانفتاح حصل لقطاع كبير من الشعب الإريتري في الهجرة يعني، لأنه ضاق المرارات، عارف إن بلده كان في ظلم، كان في كده كان كده. فالشعب الإريتري كنت لما تبسط الفكرة يفهموها الناس. أنا قعدت بالمناسبة أخ محمد، مرة كنا أنا والأخ بشير إسحاق في زيارة في السودان في حتة اسمها الشاحنات برا الشوبة. كنا قاعدين في الأرض بريش، سواقين هم أغلبهم واللي ينظفوا الشاحنات لما تجي من الزيت وكذا وناي.
والاخوه دول هم طلبوا نجي نفهمهم برنامجنا شنو هو كده. فجلسنا لما قعدنا بسطنا الفكره بشكل بسيط واستوعبوها الناس، ما كان في ضرر يعني في الحته دي، لانه الناس يعني يقول لنا احنا ما عايزين حقنا، انا عايز حقي، انا عايز ما لزيت لزيت وما لعديد لعديد، انا عايز حقي في منطقتي اللي ورثته من ابوي اجدادي خيراني اعمامي، التراث بتاعي مش الارض. هي الارض بالمناسبه مرات رمزيه هي ذات الارض، يعني انت فيها عاداتك وتقاليدك وتراثك ولغتك واشياء ورثتها واشياء ما تتكتب ذاتها، يعني اشياء هي موجوده في المجتمع. لو مشيت اي مدينه في اريتريا يعني نحن مثلا كانت تجينا الحوليه من كرم لمطوع مثلا، يعني ننكت على بعض ناس كان كرم ومطوع 50,000 نكته عندهم على بعض. ليه؟ لانه لما يجوا عندنا كانوا يشوفوا واقع مختلف، احنا لما نمشي عندهم كنا نشوف واقع مختلف. الشعب الاريتري الحاجات دي كلها انقطعت منه، النسيج الاجتماعي اللي كان عايش فيه البسيط انقطع منه، لكن ده برضه المرارات خلته انه يفتش عن الجديد. ليش انا وانت وغيرنا قاعدين نفتش عن الجديد؟ ما احنا برضه ابناء هذا الواقع اللي كنت بحكي لك عنه، النسيج الاجتماعي اللي كان موجود، احنا ابنائه بفكره، انا بفكره لكن كلنا عايزين شيء جديد. فانا ما عندي اي شك في انه الشعب الاريتري مداركه السياسيه واسعه، فهمه للسياسه واسع، لانه عانى من السياسه من فتره طويله جدا. احنا ما نعنا بالمناسبه باستقرار في بلدنا، من استعمار لاستعمار وبعدها لاستعمار داخلي من دكتاتورة سياسة، فما نعنا بأي فرصة بتاعت نقعد مع بعض ونقعد نعيش حياتنا الطبيعية بشكل النسيج الطبيعي الموجود كان في اريتريا. المرارات دي خلتنا انه نقدر نفكر، نقدر انا وانت مثلا حتى قاعدين نتناقش وقت واحده نقول انه يا اخي انا ما اؤمن بفكرتك دي وانت ما تؤمن بفكرتك دي، لكن ممكن نعيش مع بعض. المرارات دي هي اللي تخلينا نقعد نفتش عن حلول. الحل الفدرالي هو حل اداري، هو اكثر من انه حل ايديولوجي. انا ممكن شعب الاريتري ما قدر يفهم لما جابوا له الافكار الشيوعيه والمانيه والماسونيه مش الماسونيه الماويه والما تعرف ايه. الافكار دي يمكن لما جات في الستينات في اريتريا ودخلت في الستينات والسبعينات يمكن الشعب الاريتري ببساطه دي العاديين، الناس العاديين اللي ما استوعبوها، يمكن كانت بدري علينا ذات الافكار دي. يعني لما تجي الافكار كانت اليساريه كمان كانت قويه جدا، يعني حتى الجهاديه لما كانت هي في الميدان مثلا ما في جمعه واحد، كان الاجازه كانت يوم الاربعاء مثلا، كانت غريبه على الناس كثير، ما في صلاه ما في كذا، حتى في الساوة ما في صلاه كذا، افكار غريبه على نسيجنا الاجتماعي. دي انا ممكن اعتبرها دخيله. لكن انت كونك قاعد تقول للشعب انا والله عايزكم يا جماعه سكان المنطقه دي على الساحل، انتم مثلا الناس عايشه في الساحل ولا عايشه في سنحيل، هنا عايزين منطقتكم دي تحكموها بنفسكم، ما يجيكم واحد رئيس حتى مثلا جفرنر او العمده بتاع انا ما يتصل لي واحد من اسمره هو اللي يحكمني مثلا في سنحيل او في سمهر او في بركه. ما اعتقد عاقل واحد في بركه يقول لي والله ما موافق على الحكايه دي. الناس كانت بيكو مثلا لما الناس دي في حل عشان يبنوا عايزين المشروع زراعي يطردوا من سكان من المنطقه، او في بركه هناك داش بركه مثلا الناس طلعت بسيكو لما نسيت بدا يشيل البنات للخدمه العسكريه. الناس بيقول ده ما عاداتنا، دي ما طبيعنا، احنا عايزين نعيش بشكل ده ورثنا من اهلنا وكده ومتفقين عليه. فانت اخ محمد انا ما عندي شك ان المفهوم السياسي مهما كان اذا بسطت الشرح بتاعه، اذا بالمناسبه اخ محمد انت في بيتك لو عندك، انا دائما اقول المثل ده، انا في بيتي عندي فدراليه لانه عندي بنتي رمين شالت اخوها صارت من غير ما تكلمه يزعل يتشاكل معاها، يجي الكوره البنت شالت حاجاتي، شالت لعبتي او شالت مني لانه ما استاذنت مني، شالتها شيء هو عارف عنده مكان ينام فيه. لو جاء واحد ثاني نام في مكانه ده حيستغرب، حيقول لك ليه ده نايم في مكاني في بيتك انت؟ انا متاكد لو جاء واحد نام في سريرك يوم استاذنك وانت اديته اذن حتستغرب، حتقول لي ليه نايم في سريري؟ ليه شايل قميصي؟ ليه شايل عفشي؟ ليه شايل حاجاتي؟ ليه شايل تليفوني؟ احنا ده قاعدين نقوله انه خصوصياتك ما تكون في شيء منك، خصوصياتك هي تخصك انت، موجوده انت مع نتيجه الاجتماع عايش شو عارف. فانا دي هي الفدراليه بشكل بسيط. الفدراليه هي واحد عارف مكان نومه، عارف مكان اكله، عارف مكان يخط ثلاث سنين، عارف مكان، يعني بشكل مبسط انا قاعد اقول لك.
دي هي الفدراليه. فانت لو سالت نفسك يا محمد، انا متاكد انت عايش في بيتك بشكل فدرالي، لانه اكيد انت عندك مكانك، خصوصيتك بيتك، زوجتك عندها، اولادك عندهم مكان نوم وعندهم مكان عفشه وعندهم مكان لبس. لو واحد لخبط وشال من غير ما يستاذن من الثاني او ياخذ باذن او برضا، صدقني تجيب مشكله داخل بيتك. ده الحاصل في اريتريا، ان النظام الاريتري ردد في سريرك شخص اخر، ارضك اللي بتزرعها جاء واحد ثاني يزرعها يديك بدلك. لغتك بتقرا بيها يغير لك، لا كلكم تقروا لغه واحده. احلامك اللي عايز تقرا جامعه وهي شاله منك، لا تخش الساوه وتقعد 18 سنه في الساوه. ده هو الوسيله الاجتماعي اللي قاعد يحطمه النظام بتاع السياسه، ودي هي خطورته الكبيره. النظام بتاع السياسه نسيجنا الاجتماعي قاعد يخرب، التغيير الديموغرافي الخلق والسياسه برضه قاعد يضعف النتيجه الاجتماعي. لا الشخص اللي جاي من كبسه في يوم من الايام حيرجع والدركه، ولا الزول وداه من كبسه لدنتالي حيبقى عفري في يوم من الايام. انا اذكرك الكلمه دي في يوم من الايام ان شاء الله، لو انا وانت قاعدين في قهوه في دنتالي ولا في مطوع ولا في اسمر ولا في كرن ولا في اي حته في الثانوي، حذكرك بالكلام ده. ما حيبقى هو شخص، ما حيبقى في نفس المنطقه. احنا في نظام الفدرالي قاعدين نقول انه المنطقه تحكم، الناس تختار هي مين ترسل وفدها الاسمر للبرلمان، لكن سكان المنطقه، البوليس يكون من سكان المنطقه، المحاكم من سكان المنطقه، المعلمين، الخدمات، الوظائف العامه تكون في الاولويه لسكان المنطقه. فعلا بعدك احتجت لدكاتره عندك نقص تجيب من مناطق ثانيه، احتجت لمدرسين ممكن تجيب، لكن الاساس يقوم في المنطقه دي. النظام ده بالمناسبه موجود في دول كثيره تنعم بهدوء. امريكا دي اللي بيقول عليها هنا، ولا المانيا، ولا انا ما اعرف حاجه عايشين في دول بالمناسبه نفس النظام ده هو الموجود. ساوث افريقيا فيها نفس النظام ده بالمناسبه، نفس النظام ده. نيجيريا فيها نفس النظام، اثيوبيا فيها الليله نفس النظام ده بالمناسبه. انا كنت في اثيوبيا دي، مشيت تجراي، مشيت مدن كثيره فيها مناطق الامحره، مشيت جندر، مشيت بحر دار، مشيت يعني شفت مناطق كثيره فيها. الخصوصيات بتاعتهم الناس قاعده، رغم انه هيدا السلاس ومنجسته خلال سنين طويله جدا حاولوا يمسكوا النتيجه. هيدا السلاس نجح في انه يعمل امحرنايز اثيوبيا كلها، نجح في الحته دي. ما يمكن ما يقدروا يغيروا الاثيوبيين الليله، لانه مر مشيت فتره طويله جدا، فاستفاد هو من الحته دي ومشى فيها. لكن مع ذا العادات موجوده، اللغات موجوده، الكده موجود. فانا ده داير اقول لك يعني الفدراليه ما صعبه في تبسيطها المفهوم ده، وشعبنا الاريتري شعب ذكي جدا يستوعب ويفهم لانه مر بمرارات كثيره. شكرا. كان في سؤال ثاني مكتوب ما يكون ضاع مني. النظام كم عدد الدول التطبيق؟ تقريبا هي كانت زمان 22 لكن اعتقد حتى هي 24 دوله. طيب ده سؤال كان بتاع كم عدد الدول التي تطبق نظام فدرالي جغرافي في العالم. شنو الضمان في انها تكون مصدر حل للاشكاليات وما تبغى تسوي؟ اي ضمان. كان في سؤال جميل عن الضمانات، افتكر متكرر السؤال ده. الضمان الوحيد اللي فيه انك انت عايش في نوع من العداله في البلد. العداله اقصد مثلا الاقتصاد منفذ. الاقتصاد الفدرالي هو غائم مثلا نوع العداله تقاسم الثروه، انا تكلمت عنها. لكن جاء مثلا اقول انه في مناطق في اريتريا مثلا زي مثلا امسك سمهر، انا ما امشي بعيد، اذا الواحد ما يحفر الذهب في مكان ثاني يبدا في المكان اللي هو عايش فيه، اذا ما لقى يمشي مكان ثاني. فانا احفر في الحته اللي انا عايش فيها لانه دي المنطقه اللي انا اعرفها كويس في اريتريا. في سمهر احنا ما عندنا زراعه مثلا، لكن عندنا ميناء، موارد ماليه قوي جدا في الميناء ده. المناطق الثانيه ما عندها ميناء لكن عندها مثلا زراعه ومواد حيوانيه، يعني خيرات حيوانيه. يعني المنطقه فيها الخيرات الكثيره مثلا بترول او ميناء او زراعه او ثروه حيوانيه او صناعيه او كده، هي دائما تحتفظ لنفسها بنسبه لتعمير المنطقه. يعني مثلا في دول عندها 6% دائما، زي كندا هي 6% موجود في المنطقه اللي فيها الخيرات سواء زراعيه او بتروليه او اي شيء، 6% تكون موجوده دائما ثابته للمنطقه. الارقى 90% دي تمشي الخزينه بتاعت الدوله وتوزع بعداله على باقي المناطق الجغرافيه كلها، بما فيها المنطقه اللي اصلا اخذت 6% يجيها العائد بتاعها في التوزيع الجغرافي. في مثل ثاني برضه، مثلا السودان لما كان عندنا قبل الانفصال جنوب السودان والسودان كان البترول في جنوب السودان، ولمده 6 سنين اتفقوا انهم يعيشوا مع بعض. 2% من مستخرجات البترول كان تكون في منطقه جنوب السودان، بغض النظر 2% من كل مستخرجات تكون محتفظ بها جنوب السودان لتعميره. ال 98% تمشي للخزينه المركزيه
وتوزع لكل مناطق السودان بما فيها جنوب السودان برضه تجيه التوزيعه بتاعته دي. هي دي نوع من ايه؟ انه اول عداله في انه الحته اللي فيها الخير يكون في نسبه بسيطه، لكن النسبه دائما هي زي ما قلت لك. يعني انا اللي بعرفه اكثر الحته اللي هي 6%. امريكا عندها نظام برضه بتاع تقريبا افتكر 4.5 هو ان الولايه تحتفظ بخيرات 4.5، لكن الباقي يمشي عليك للخزينه المركزيه في واشنطن بعدين توزع بعداله لكل منطقه بما فيها المنطقه اللي عندها 4.5 في البدايه. برازيل عندها نوع برضه من النوع ده، لكن اعتقد هو برضه افتكر 5 حاجه. هي دي طبعا لانها قروش كثيره ملايين، فمرات ممكن تكون 2%، ممكن تكون 5%، ممكن تكون 4%، وممكن تتغير هناك، لكن هو نوع من العداله. العداله الثانيه برضه الضمان، العداله الثانيه هو العداله في السلطه، تقسيم السلطه نفسها، تفتيتها. يعني احنا في برنامجنا السابق نقول انه مثلا انا زي ما شرحت قبل شويه، انا مثلا بركه مثلا، ايش المانع؟ بركه دي قبل فتره طويله كان يحكينا واحد ما عنده اي علاقه بسكان بركه، جاي من المرتفعات، انا اسمه حسي ما اذكره، لكن هو مسيحي، تجرينيا، ناطق بتجرينيا، كان يحكي منطقه بركه، ايش يعرف هو في عادات بركه وايش يعرف تقاليد بركه، عشان هو يجي من اسمره يحكم بركه، يعني هو يكون الرئيس او الحاكم بتاع اقليم بركه، يعني المنطقه بتاعت بركه دي لا حيدي لا حيعمل النمو في المنطقه، لا حيكون في تجاوب مع المنطقه، لا نظام الحكم في المنطقه حيكون احنا بنشوف ان المنطقه تحكم نفسها بنفسها، لكن في الانتخابات هي بترسل وفودا للبرلمان في الحكومه المركزيه، ابناء اللي هم اتوفدوا هناك في الفاز في الانتخابات، سواء من حزبين من 3 4 5 حسب النسبه بتاعتهم بيمشوا فوق. فدي برضه نوع من العداله. الضمانات اللي موجوده هي في الفدراليه هي العداله لا اكثر ولا غير. والمساله دي بالمناسبه يا جماعه هي ما محدده كثير. انا بنفسي صالح صلاح كنت قبل ما اكون في الحركه دي كنت اقرا كثير عن الفكره دي، ايام كنت في الثانوي العالي، ايام كنت في الثمانينات، ايام كده، فكنت اقرا عنها وكنت اشوفها صعبه، لكن بعد كل ما تعمقت فيها اشوفها كده المدى دي هي ما صعبه، سهله، بس لازم تشرح، ارجع للمفهوم بتاع لازم احنا كمان مرات كسياسيين ما نجحنا في تبسيط الرساله بتاعتنا. مش احنا بس، حتى اليوم مثلا كل الاحزاب اللي تقول لك احنا عايزين نحكم ديمقراطي، انا بسال مرات اقول لهم اي نوع من الديمقراطيه؟ والله انا في اعضاء بتاع قيادات تنظيمات ما يقدروا يقولوا لي اي نوع ديمقراطيه. انا على الاقل كحركه فدراليه حددتها، انا عايز احكم بفدراليه، الديمقراطيه اللي عايز احكم بها هي فدراليه، وعايزه تكون دستوريه، في الدستور الاريتري تكون ثابته، خلاص دستور الاريتري هو دستور فدرالي. فانا الرساله دي ليكم برضه حتى الاخوه اللي قاعدين يسمعوني، لما تقابلوا اي حزب سياسي يقول لكم والله احنا الحكم بتاعنا هو حكم فيدرالي، حكم قصدي ديمقراطي، خليه يفند لك ايش الديمقراطيه اللي قاعد يقصد بها. هل هي ديمقراطيه مركزيه؟ هي ريبريزنتيف؟ هل هي تخويليه؟ هل هي الديمقراطيه من انواع كثيره؟ هل هي ما حسب مثلا فرنسا ديمقراطيه، لكن الرئيس عنده صلاحيات من اكثر صلاحيات في اوروبا كلها الموجوده هي الرئيس الفرنسي، لانه عنده نظام اشبه بنظام امريكا البريزيدنت، هو يعني هو مخول بكل اللي هناك. دي ديمقراطيه. السويد فيها ديمقراطيه، لكن ديمقراطيه الرئيس مثلا ما يقدر يتدخل في شؤون الولايات الثانيه في السويد، دي فدراليه. رئيس مثلا بتاع دوله ثانيه تلقى لازم يرجع للبرلمان في اي نقطه. الفدراليه الديمقراطيه تختلف. في البرنامج انا قريت برنامج الاحزاب السياسيه تقريبا اغلبها بحكم المتابعه التفنيد ما تلقاه. احنا دي ممكن حاجه تميزنا، ان انا قاعد اقول لك ايوه احنا عايزين نحكم حكم ديمقراطي في ايوه اي نوع ديمقراطيه فدراليه ما عندي غيرها. هنا ابدا لازم اشرح الفدراليه وكده. طيب ان شاء الله كنت وفقت في الرد على سؤالك، لانه السؤال هو تريكي شويه لانه قصير لكن معقد وحلو. الاخ محمد درار اشكرك عليه. طيب في واحد بيقول انه هناك تنظيم اخر باسم الفدراليه برئاسه حامد سلمان، ما هو الفرق بين الفدراليتين؟ والله يا اخي السؤال برضه هو كويس، لانه ما في فرق بين الفدراليتين حسب علمي. هم عندهم حزب وكان برنامجهم الى ما انا اعرفه انه هو كان نفس البرنامج بتاع الحركه الفدراليه، لانه هم بمجموعه كان فصلت من الحركه الفدراليه وبعد فتره كونوا تنظيم سياسي اسمه الحزب الفدرالي، وكان انا اعرفه انه هو نفس البرنامج، لكن ما عندي شيء معلومه جديده انه هم غيروا برنامجهم وما غيروا. احنا برنامجنا حصلت فيه بعض التعديلات في مؤتمرنا الاخير. انا برنامجهم ما اعرف اذا حصل هو لو برنامجنا نفسه اللي كان سنه 2012 ده هو تقريبا هو ردي، لكن انا سهيل انه في ناس كتار تقول فدراليه. ليه؟ لو سالتني حقول لك لانه الفدراليه اللي عايزين احنا فدراليه دستوريه، معناها حيكون في اقتراع على الدستور، في تصويت على الدستور. كل ما يكون في ناس كتار تطالب بالفدراليه بالنسبه لي انا كويسه، بغض النظر انه اليوم اختلف مع الاخوه ديل وما اختلف، لكن هم طالما بيقولوا فدراليه
أقول جيد، لأنه أنا يوم التصويت للدستور الإريتري محتاج لأي بني آدم إريتري يقول أنا عايز فيدرالية. الخلافات اللي بيناتنا دي خلافات حتى مكياجية، هي ميك اب، هي مش خلافات بناء. ما دام هو مؤمن بالفيدرالية جيد، خليه يواصل العمل بتاعه الفيدرالية، خليه يطور كمان الفكرة الفيدرالية. احنا عايزين نطور الفكرة الفيدرالية كلنا، سواء هم طوروا واحنا طورنا، انا ما عندي فيها اي هارد فيلينج او اشكالية مثلا. طيب انا اخلي الميكروفون، اذا اعتقد جاوبت على الاسئلة اللي كانت موجودة، اخلي الميكروفون عشان ناخذ اسئلة ثانية، وان شاء الله اكون اخ محمد ضرار جاوبت على سؤالك او توفقت في طيب الميكروفون فري. شكرا صالح، استاذ صالح. طبعا انا حاسل لي سؤال بسيط كده، ربما في نفس الاطار، اللي هو الشباب كثيرين وكان القائد الجماهيري ده في كل مكان يعني تعاطب على قيادات التنازيل، وبحكم انك انت واحد من قيادات التنازل لازم السؤال يوجه. العتاب هو دائما هم يتساءلوا ليه قيادات التنازيل ما توضح رؤيتها امام الناس، يعني او كان ليه ما ينزل الى مستوانا. هو بنفس الاسلوب ده وكان بنفس اللفظ ده يقول ليه ما ينزل الى مستوانا، او كان لمستوى الجماهير واجابه على اسئلتنا. فانا اقول ما المانع من قيادات التنازل او كان من قياده التنظيم الفدراليه، مع انه الكلام اللي قاعد تذكر فيه ده والبرنامج السياسي يعني برنامج عايز توعيه، عايز تعبئه شديده في الجماهير. يعني ده ما يعني ممكن ما يتحقق بشخطة قلم واحده. يعني انت يعني تعمل تعبئه جماهيريه شديده. فما المانع انه الواحد بعد كل فتره وفتره مثلا اسبوعي شهري قائد من القياده بتاعه التنظيم يعني يعمل ندوه عامه في وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا ابسط حاجه الفيسبوك، ابسط حاجه الفيسبوك انه الواحد يقدر يخش من الشارع يسمع. ده الزول البسيط يعني يقدر، زي ما انت قلت انا والاستاذ بشير هناك في صوبه قعدنا مع العمال هناك بتاعت الشاحنات وشرحنا لهم بابسط حاجه. فده ذاته نفس نحن القاعده الجماهيريه دي، نفس العمال بتاعت الشاحنات البساطه اللي موجوده هناك، نفس البساطه هي دي. فما المانع؟ لأنه في وقتنا ده كمان حتى ذاته إنه في اللحظة هذه يعني قاعد تظهر حاجات كثيرة إنه ممكن الواحد كان يأخذ معلومة صحيحة في نفس الإيش اسمه. فده هو السؤال بتاعتي، وإذا كان في سؤال آخر كمان عايز تضيفه تقريبا أمريتان رافعة يدها، ممكن سؤالين يكون مع بعض. وكويس أستاذنا إدريساي، ممكن بعد ما يجاوب على السؤال ممكن حنديك إن شاء الله فرصة للمداخلة. تفضل. شكرا اخ عادل على سؤالك. فعلا كلامك يا عادل اكون غبي لو رفضته، لانه كلام منطقي وصح 100%. في جاب او بعد شويه ما بين القيادات والجماهير للاسف الشديد. انا شخصيا برضو اذا اعتبر نفسي احد القياديين الموجودين بعترف انه فعلا في نقص، في شويه قيام. حتى احنا ما قادرين نستفيد استفاده ماكسيمال زي ما يقولوا او 100% او 100% من وسائل الاعلام الحديثه اللي هي الموجوده. يعني في تقصير، انا اتفق معاك، المفروض نظهر اكثر، المفروض نشرح اكثر، التعبئه الجماهيريه تكون اكثر، بغض النظر نختلف مع الناس في اراء ما نختلف، لازم يكون في لقاءات اكثر مع الجماهير. انا دائما بحاول كل مشي مثلا بين السودان بحاول اقابل اكبر كميه ممكن من الطلبه، من عمال، شاحنات، على دكاتره، على موظفين، على بحاول، لكن ما كفايه، مش كفايه كمان عن واحد يعملها، المفروض تكون في مناورات كمان. انا اتمنى مرات يعني لو الناس حتى في الفالتوز بتاعتكم دي مثلا انا طرحت الفكر الفدرالي وقلت انه احنا حكم، احنا دائما نقول انه الحكم يكون غير مركزي، يعني دي سنترلايز. يا ريت ممكن نقعد مع بعض، جيبوا شخص ثاني مثلا من تنظيم، مثلا الانقاذ حكم مركزي، او الحزب الاسلامي حزب مركزي، او الجبهه حزب مركزي، او الDDD مثلا حزب الشعب، جيبوا مثلا تكون في مناظرات. يعني انا اكون قاعد وشخص اخر مثلا امثل النظره اللامركزيه، وشخص اخر ما يمثل النظره اللامركزيه اللي هي المركزيه يعني. ونناقش ايش الفوائد من دي، ايش السيئات بتاعت دي،
فانا اشجع كلامك واكد عليه واقول فعلا في تقصير. احنا في الحركه الفدراليه شويه يعني كثفنا يمكن وجودنا في الفيسبوك، وانا في رئيس تنظيم نبدا على ذكره حسيت، لكن ده ضحك قال لي الفيسبوك ده ما يخلو عاده من الحركه الفدراليه. يا ناس يشتموكم جايين عليكم قومة هنا، يقول لي يا ناس كمان يمدحوكم او تظهروا لنا مرات ببثات مباشر. انا يعني ممكن خلال السنه اللي فاتت عملت بثين، لكن قبل عملت بث مباشر بعد المؤتمر طوالي. برضه حس مقبلين على بث مباشر. اذكر ان بشير اسحاق برضه عمل بث مباشر مرتين ثلاثه في الفيسبوك برضه، لكن تقصير فيه. انا اكد لك كلامك 100% صح، في تقصير مننا. وان كان الحركه الفدراليه كمان في تقصير من نواحي كثيره. يعني احنا مثلا الحركه الفدراليه جماهيرنا غالبيتهم هم مثلا ناطري اللغات الموجوده في المخابرات والعربي يعني. بالتجرية مثلا ما عندنا حملات كثيره بالتجرية، رغم انه حتى في اتصالات يعني كثيره من الناس بالتجرية وكذا من كندا من غيره بيطلبوا مننا دائما انه نجي ونتواجد ونتكلم يعني. وكويسه هي بدينا فيها. انا حاشترك برضه بعد فتره في لقاء ثاني في التجرية، طلبت منهم يكون في مترجم جيد يجيد اللغتين ويجيد كمان المصطلحات السياسيه في الترجمه. جهزوا قلت لهم ممكن اجي يعني. فكويس انه يكون في دعايه اكثر، في لقاءات اكثر مع الجماهير. حتى الفيسبوك ما قاعد نستفيد منه زي ما انت قلت فعلا 100%. المفروض نطور المساله دي. فانا دي رساله حاخذها منك معاي كهديه الليله، انه الواحد فعلا ناخذها معانا احنا كحركه فدراليه، انه لابد ان نغير ونطور قصدي في الطريقه بتاعت تواصلنا مع الجماهير بشكل افضل وفعال كمان. خاصه انه السؤال كان مربوط فيه بكلام الاخ محمد درار. يعني كثير من الشعب الاريتري اليوم مثلا نسبه التعليم فيه بسبب لا اقول الاستعمار السياسي، لكن هو فعلا شبه استعمار سياسي بسبب النظام السياسي بتاع السياسه ده. فعلا في كثير جدا من يعني في نوع من التجهيل للشعب الاريتري. انا اتذكر واحده سويديه هنا مثلا، هي في مدرسه بتدرس اللاجئين مثلا اللغه السويديه. انا هي زميله لي بعرفها من زمان، كانت في نفس الجامعه اللي انا درست فيها، لكنها مدرسه وانا كنت بدرس علاج طبيعي الوقت في الجامعه. فقالت لي صالح يا اخي في ملاحظه، قالت لي كثير من الشباب اللي جايين من اريتريا نسبه التعليم منخفضه رغم انهم شباب، قالت لي ما مكملين حتى الثانوي العالي. فقعدت اشرح لها ليه يا اخي، قالت لي معقول للدرجه دي ما تكملوا دراسه الثانوي العالي؟ قلت لها لا، بيشيلوهم للتجنيد الاجباري عمر 15 16 هنا، بيشيلوهم تجنيد اجباري بيغشوهم، بيقولوا لاهلهم عندهم مدارس في الساوه. لكن ايش الواحد يدرس في الساوه يعني من دراسه على الثانوي العالي؟ هل يدرس علمي ولا ادبي ولا يدرس شنو يعني؟ فقلت لها هو غسيل دماغ يعني اكثر من المدارس. وتخيل يعني دي السويديه لاحظت، لان هي عندها طلبه كتار جدا، يعني هي بيمروا على يمكن في السنه اكثر من 100 طالب يرسل كل سنه، تخيل. فبتقول لي نسبه التعليم منخفضه جدا جدا. فما بالك يعني انت مرات زي ما قال محمد دولار عشان تفهم كمان الناس لازم تبسط الرساله بتاعتك، نستعمل كل الوسائل. فانا بتفق معك واشكرك على انا ما بعتبرها ذات سؤال، بعتبرها نصيحه اكثر من سؤال. لكن فعلا احنا كقيادات الناس ما تبعد المفروض من الجماهير بتاعنا. احنا ما عايشين في زمن والله ده غائب وده بتاع وده المفروض يعني المسائل دي اخذت ذاتها هي حسي. ما قاعدين احنا في الميدان لما كان في الرتب العسكريه الواضحه ديك، وده ما يقعد مع ده وده قيادات وده قيادات عليا وده ما في الحاجات دي شيء نحمد عليه. ويمكن الزمن بتاعنا ده في نوع من الصراحه، في نوع من البساطه، في نوع من البرستيج لس او الصفوف متساويه تقريبا. فدي جيده هي والمفروض تكون كده. لكن الاسباب بتاعتها فعلا عايزه هي اكثر من اسباب، عايزه نصحى اكثر. وانا اقبلها منك كنصيحه الاخ عادل، اشكرك عليه. واتمنى اكون توفقت في انه على الاقل ارد على الناس بتاعتك، لانه انا شفتها يعني كنصيحه المفروض الواحد ما يرفضها اكثر من سؤال. وكلامك صح في محله يعني، اكد عليه. وانا كمان انا ممكن اخلي الميكروفون اذا ما طلعت، اذا كان في سؤال مكتوب فات علي. نعم. استاذ محمد ادريساي تقريبا حيعمل مداخله. تفضل. ومن حنواصل على الاسئله. استاذ محمد ادريساي تفضل، امسك الميكروفون. استاذ حاكون في الخط، انا منتظرك. تفضل.
مساء الخير. إذا مسموع دون واحد إذا مسموع دون واحد ربما يمكن. أوكي. شكرا جزيلا. شكرا للأخ صالح وشكرا للحضور الكريم في هذه الأمسية. وفي الحقيقة طبعا الهم كبير هو يعني مداخلت أنا في الحقيقة كنت أقول كنت طلبتها بخصوص ما يبقى إنه هل إحنا قادرين نصل الجماهير أم مقصرين في حقها؟ فعلا في تقصير من جميع الجوانب مننا، يعني من كجماهير في تقصير، والقيادات كذلك مقصرة في جزء آخر. وزي ما ذكر أخ صالح يعني إحنا يعني كجماهير المطلوب مننا كثير هو يعني لو لاحظنا أنا كنت عايز أرجع بالناس لورا شوية لسنين مضت، رغم إنه الماضي ده مفروض الآن ما هو يعني نأخذه كدرس، ولكن يعني نعمل مقارنة، نحاول شوية مقارنة بما نعيشه اليوم وما تعيشه إريتريا بشكل عام وما كانت عليه مرحلة الثورة. يعني بمعنى أقارن بسيط بين مرحلة الثورة ومرحلة إحنا قاعدين نعيش الآن والمطلوب مننا. إحنا الآن في مرحلة الثورة مثلا الكثيرين كانوا بيقدموا ويتسابقوا حول لإنقاذ إريتريا واستقلالها وتقدمها، وتحقق هذا الحمد لله بفضل تضحيات الشباب اللي كانوا موجودين في نفس. أما الآن وجه المقارنة أنا أعتقد أنه الناس أو الشباب الطامحين إلى إريتريا كذلك لحريتها أو تحرير الإنسان الإريتري يعني يحتاج مننا، لازم إحنا يكون عندنا دورنا ما ننتظر بقدر ما أننا نحن علينا أن نبادر. فيعني الملاحظ الآن تقريبا هذه الغرفة اليوم فيها 22. هل المهتمين هم بس واقع إريتريا هم ال 22؟ خاصة نقول ما كل الإريتريين لكن يعني وصل بهم. أنا أتمنى من يعني الشباب ومن الناس اللي المهتمين واللي عايزين يعرفوا يعني وسائل، يعني نحن مثلا ناس الحركة دي ممكن يكونوا أو احنا في الحركة الفيدرالية لنا الاستعداد لأنه نعمل ندوات ونعمل، لكن إذا أنت تعمل ندوة وندوتين 3 وما تجد الإقبال والاهتمام يبقى والنقد يبقى ما يعني برضو بتكون في حالة من الإحباط يعني. فأتمنى إنه الناس يعني الكل يبحث عن مخارج لإريتريا، لأنه إريتريا الآن في خطر شديد جدا. وبالتالي أنا يعني حبيت أقولكم خاصة يعني عايزين كمان يعني الملاحظة اللي موجودة نحن عندنا نصف معطل لا زلنا يعني ده محتاجينه لازم يكون موجود ضمن العمل، يعني ما عدا يعني أمثال الأخت أمريكان يمكن حتى هي الوحيدة المتواجدة، ربما أقول المتواجدة بيناتنا وقاعدة تقارع يعني منذ فترة، فلها التحية كذلك. وأتمنى هذا الشق لازم يزداد ويكون مساهم وفعال. إذا ما وجدنا هذا الشق مساهم بفعالية فتأكدوا إنه
برضه مشوارنا حيكون طويل. وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذنا الإدريساي محمد عثمان على المداخلة. ونحن نشوف الزمن أوكي ماشي، زي ممكن حنستقبل السؤالين ديل وبعد ذاك نشوف الحاصل شنو يا جماعة على حسب الوضع. محمد درار أنت في موجود في الصف الآن، وراكم ريتال مع بعض سؤالين. حاولوا يعني الأسئلة تكون مختصرة، وإن شاء الله كان الإجابة حتكون مختصرة عشان ما نرهق الضيف. تفضل محمد درار. تمام أستاذ عادل، حاطول يكون سؤالين لكن على خفيف. أول أحب أشكر أستاذي صالح على رحابة الصدر والتقبل. تمام، طبعا أي زول عدم رفضه للفكرة يكون من منطق معين أو مجتمع عاشروا فيهم. تمام، سؤالي الأول أستاذ صالح عن المفهوم الجغرافي. أنتوا بتتكلموا عن الفكر جغرافي أو فيدرالية جغرافية. طيب يعني احنا في اريتريا عندنا ستة اقليم و9 قوميات، فعند يكون هنا ده معناته في قوميات حتكون اقلية. تمام. السؤال الثاني، ما سبب رفضكم لحكم المركز الواحد؟ بس وشكرا. ان شاء الله السؤالين يكونوا واضحين على خفيف. مريتال طوال حلفي. والله يا أخي شايفة الساعة 12 يا أدمن. إذا الناس لسه في شايفة كمية كبيرة واقفة في الصف. أنا كلامي ما بيختلف كثير عن سؤال الأخ محمد درار، فندي الفرصة للناس اللي ما أخذت فرصة قبل كده. تمام. يكالو اللي موجود في الصف تقريبا، يكالو خش طوالي وأسأل سؤالك وكل مع بعض يتم يجاوب السؤال. الو، ان شاء الله مسموع صوتي؟ مسموع؟ صوتي مسموع؟ مسموع، انت واصل مسموع. تمام استاذ صلاح. والله انا كنت بخش وبطلع لانه مع الشغل كده هناك، لكن يعني سمعت كثير من الكلام. انا اشوف موضوع الفدراليه هي ايمان، هو نظام دوله، يعني مركزي ام فدرالي. لكن يجي حزب يقول يعني حركه فدراليه دي، هل هي لتوعيه الناس؟ ممكن انت توعي تقول انا فدرالي، يعني انا هسه بنفسي بعتبر نفسي فدرالي. لما توعي الناس ممكن توعي الناس بالحركه الفدراليه، ولكن تحدد مكانتك انت من اي جهه في الوطن عشان تحدد عشان داير فدراليه مع الاخر. الفدراليه هي حركه في الوطن للشعب اللي جمعوا شيء، يعني احنا في اريتريا جمعنا رب العالمين مسلمين مسيحيين، لكن كان وجمعنا كمان اقاليم وقوميات، يعني العفر قوميه مختلفه، والمنخفضات الغربيه قوميه مختلفه، والمرتفعات مختلفه، لكن الطليان جمعنا مع بعض، فعلينا ان نشارك. الفدراليه انا بشوفها هي حل للتعايش السلمي في مشاركه ناس مختلفين يكونوا لغويا ولا اثريا. هل انتم محددين؟ اذا انت من سمهر على حسب علمي المفروض تجمع ناسك في سمهر في منطقتك وتطالب الفدراليه مع الاخر، لكن ليس حركه بس توعيه ممكن، لكن حركه كحزب كده ما بيجي. وشكرا. تمام. في سؤال ثاني تقدر ممكن كرن 3 ستات اذا كان، لأنه شايف الأسئلة كده مختصرة ممكن يقدر ينضم. كرن 3 ستات بنزيدك بالرابع إن شاء الله. تفضل. أنا يا جماعة يعني كرن ما سامع. هل أنتوا كرن 3 ستات؟ تفضل. تفضل. مسموع. كنت مسموع ولكن فرقة. طيب اوكي خلاص ما مشكلة، حنديك فرصة بالراحة. يجي استاذ صالح جاوب على السؤالين، وكرم بالراحة يخش لانه هو حصة حيتعبنا. هو شكله داخل بالموبايل، انت لازم تنزل له. طيب لانه بيطير. طيب اواصل ولا يخش كرم 3 ستات؟ لا واصل احسن تواصل. طيب اوكي ان شاء الله ترجع لنا كرم.
طيب في سؤال كان عن المفهوم الجغرافي والحكم المركزي. المفهوم الجغرافي احنا عندنا في فهمنا له كحركه فدراليه انه ما شفنا في طرحنا، ما قاعدين نشوف انه التقسيم الاسمي مناسب لإريتريا، لانه التقسيم الاسمي احنا شايفينه في إريتريا حيدخل الناس في مشاكل، ونعرف الدول اللي عندها بعض الدول اللي عندها تجارب على التقسيم فدرالي اسمي تراجعت عنه لتقسيم فدرالي، لانه التقسيم الاسمي في تلاقي مثلا قوميات اسميه يعني متجانسه عايشه في اقليم واحد. يعني مثلا تنفيذ ما حتقدر تفرق اليوم من البلين للتجري. بركه عندك بركه عباية يعني كلها داخله فيها تجري، فيها ناره، فيها كنامه، داخله ذات الحدود مع تنفيذ. مثلا سمهر حتلقى فيها برضه العسر والتجري والعساورته. فما تقدر الحته بتاعت التجسيمه بالمسطره. يعني مثلا الحته اللي انا نشات فيها مثلا الحكومه مثلا فيها عسر وفيها تجري، وان كان الاغلبيه تجري لكن فيها برضه العسر وفيها العساورته كتار. تجي مثلا مناطق ثانيه في نفس سمهر تمشي مع مثلا تلقى العساورته موجودين كتار، تلقى التجري كتار موجودين. فالمسائل دي احنا في إريتريا قلنا ما حد خارجنا في حاجه طالما في تجانس والناس عايشه مع بعض. يمكن الاقليم الوحيد انا ذكرت قبل الاخ محمد انه فيه مثلا قوميه فعلا واحده ومحدد جغرافيا هو دنكاليا. يعني دنكاليا من كده معروفه هي بتاعتنا دنكاليا دي، يعني فيها العفر بس، يعني ما في قوميه ثانيه معاهم العفر. ويمكن اللي يجمع العفر كمان هم والنار، يمكن ان القوميتين دي الوحيدات اللي ما فيهم غير دين واحد. يعني اغلب القوميات الاريتريه الثانيه تلقى فيها مسيحيين ومسلمين، سواء ساهو كان ولا سواء كان التجري ولا سواء البلين ولا سواء الكنامه. يعني كل القوميات الثانيه حتى منطقه التجريه في مسلمين وفي مسيحيين. لكن اذا اخذنا مثلا الدنكل مثلا منطقتهم اللي فيها العفر فيها بس مسلمين. انا ما بعرف عفري مسيحي وما سمعنا احنا عفري مسيحي، ولنا راوي برضه مسيحي ما سمعت انا. بينما الكنامه عندهم البروتستانت وعندهم المسلمين يعني موجودين فيهم. التجري فيه برضه منسع مسيحيين وفي التجري المسلمين الغالبيه الموجوده. البلين نفس الحكايه مسيحيين، عندك كاثوليك وعندك حتى المرتفعات فيها الغالبيه المسيحيه، يعني فيها عندهم الارثوذكس وعندهم كل زي غالبيتها مثلا يسكنوها المسيحيين اللي يؤمنوا بالكاثوليك مثلا. لكن في تجانس، الكركوزاي فيها تجانس، السراي فيها تجانس، حماتين فيها، سمهر فيها، دي فيها. المناطق دي هي التجانس الموجود خلال السنين القرون الكثيره اللي مرت عليها. المناطق دي خلقت نوع من التجاوز من التجانس من كده في مناطقهم دي. عشان كده احنا قاعدين نفضل الحكم الجغرافي من الاسم. حتى في اثيوبيا احنا حتى قاعدين نشوف مناطق الجنوب جزء من مشاكلها هي المشاكل، لانه خلطوا مجموعه كبيره من شعوب الجنوب بتاعت اثيوبيا في مناطق كبيره جدا مع بعض، وفي مشاكل موجوده في الرعي، في الزراعه، مشاكل اقتصاديه، حتى في السلطه في مشاكل. بينما تلاقي المناطق الثانيه اللي فيها يعني محدده مناطقيه، مثلا تجراي معروف بس فيها تجراي مثلا او مناطق. حتى الاراضي اللي كانت بتسمها منجستو زمان من مناطق العصر عندها لتجراي رجعوها في الحكم الفدرالي. حتى النار القوميه الكبيره في اثيوبيا ما حسي يعني مناطقهم اللي رجعت لهم اسمها القوميه ظهر منه. المهم يعني انا قصدي المناطق دائما فيها تجانس بين القوميات في منطقه واحده، ما يمنع انه يكون في فدراليه جغرافيه فيها. احنا ده مفهومنا ليها يعني الحل الجغرافي. لكن قبل برضك ذكرت كده قلت عدد القوميات 9 وعدد الاغاليم 6. التقسيم بتاع كاتافور ال6 مناطق اداريه العامله دي احنا ما نعترف به. لكن انا بعرف انه الاغاليم القديمه اللي عندنا احنا في اريتريا اللي عرفتوها كما مثلا فيها 3. عندك سرايا، حماتين كده، عندك ساحل، عندك سمهر، عندك تنحيت، عندك بركه، عندك دنكاليا. بركه ذات في جات بركه وبركه، يعني في اكثر المناطق دي كلها موجوده فيها 9 تقريبا او 10 قوميات تلقى فيها موجوده في المناطق دي. في موجوده يعني مناطق معروفه، لو حسبت المناطق المعروفه بتاعت اريتريا في يعني ما تخاف. احنا منطقه المساله بتاعت الظلم الجاد دي ممكن تجي في حته ثانيه اخ محمد درار. دي برضه من ممكن العثرات اللي ممكن تكون في
انا لانه صريح معكم الكلام عن الفدراليه. برضه في بعض الاشياء يعالجوها كيف، يعني مثلا اكتشفوا في الفدراليه انه مثلا في قوميات فعلا صغيره حجمها لكن تعيش في منطقه في داخل قوميه كبيره. مثلا حتى في اريتريا اذا مسكنا مثلا النار موجودين مثلا في وسط بقعه ارضيه كبيره فيها تجري مثلا، او اذا مسكنا في كورجزاي مثلا الساهو مع كل التجرينيا اغليه هم، يعني لو قارنتهم مع التجرينيا كلها الساهو مثلا في كورجزاي. فدي في حل في الفدراليه نتعامل به في الدول الفدراليه الموجوده، واكثر في الهند يعني نتعامل به كثير جدا، وحتى في في كندا متعامل به، وفي نيجيريا متعامل به برضه بشكل كبير جدا، اللي هو الحاجه اللي يسموها حق الفيتو للاقليات. حق الفيتو للاقليات، الفيتو هو ايش؟ هو انه الاقليه ممكن توقف راي الاغلبيه، او انه الاغلبيه ما تتدخل في خصوصيات الاغلبيه. حتى متعامل به وهو في الامم المتحده، رغم انه ظالم في الامم المتحده حق الفيتو، لانه 5 دول ممكن توقف قرار كان بتاع اكثر من 200 دوله موجوده في الامم المتحده، الدول الكبيره فرنسا وامريكا وبريطانيا والصين وروسيا، يعني ممكن يوقفوا قرارات بتاعت كل القرارات الامم المتحده لو واحده منهم بس رفعت حق الفيتو. فحق الفيتو ممكن يستعمل بطريقه خاطئه، عشان كده في دول كثيره في الامم المتحده قاعد تطالب بتغيير الحكايه تحت الفيتو دي، يشيلوها كله يعني في الامم المتحده، وحتحصل هي في السنين القادمه دي حيحصل فيها تعديل في الامم المتحده، لانه دول كثيره قاعد تشوف فيها ظلم يعني. بينما في الدول اللي فيها في الفدراليه بحق الفيتو مثلا تقدر الاغلبيه تاخذ حقوق تتدخل في الشؤون الخاصه بتاعت الاغلبيه، حتى بالاغلبيه يعني ما تقدر تتدخل. اذا مثلا انت عندك مثلا اذا قلنا مثلا سمحيت الغالبيه المسلمه في سمحيت عايزين يعملوا شريعه في منطقتهم، زي ما موجود في الشارقه الليله مثلا شريعه هي، وبين لو مشيت من دبي للشارقه وانت سكران يجلدوك في الشارقه مثلا، لانك الشارقه عندها شريعه، بينما في دبي ما في دبي محافظه دبي واماره دبي ما فيها شريعه، لكن في الشارقه في شريعه. مثلا انا بضربك كمثل حس يعني، انت ما تقدر لكن لانك انت اغلبيه ما تقدر تفرض على المسيحي ده بعض تنافي خصوصياته في الزواج في وراثه في ايه ما تقدر تفرض بالاغلبيه، ده حق الفيتو هو. اذا اخذناه مثلا حتى في المرتفعات مثلا اذا قلنا في الغالبيه مثلا بتاعت التجرينيا ما يقدروا يفرضوا حاجات على الساهو في خصوصياتهم في عاداتهم في تقاليدهم في طريقه وراثتهم في الزواج في إيه، ما يقدروا يفرضوا عليهم اشياء بالاغلبيه، لان ده اشياء تعتبر خاصه، لابد الفيتو يوقفوا المساله دي هم. فحق الفيتو ده احنا حتى في مؤتمرنا الاخير 2017 لانه ده اللي قاعد اقول لكم احنا الفكره الفدراليه قاعد يتطور، واحنا كمان كتنظيم قاعدين نواكب التطور بتاعه في مؤتمراتنا في دراساتنا. في المركز بتاع الدراسات الخاص بالحركه الفدراليه احنا عندنا مركز بتاع دراسات خاص بنا. في المركز بتاع الدراسات يعني بنشوف احنا ايش الجديد وايش اللي ممكن يناسب، لكن كمان لازم الشيء كمان نعترفه، بمعنى نعترفه ايش يعني لازم نبقيه اريتري، يعني ما نجيب حاجه مثلا نافعه في كندا معناها حتنفع في اريتريا، او حاجه نافعه في نيجيريا وفي افريقيا معناها حتنفع في اريتريا يعني. فلازم انت تشوف الدول الاريتري كيف، والربط الاجتماعيه والخلطه الاجتماعيه بتاعت اريتريا وتوجيه اريتريا كاكثر المساله يعني. فحق الفيتو احنا دخلناه في مؤتمرنا الاخير في برنامجنا السياسي. انا حركت ليك طبعا عادل معلش ما ينال لانه هو متاخر في الترجمه. الناس طبعا عايزين مع بعض بالعربي والتجرينيا فما قدرت ارسل لك الميل، لكن في الفتره القادمه دي حرسل لك الايميل لانه كنت وعدتك يعني بسياسي. فادخلنا فيه حق الفيتو البرنامج السياسي بتاعنا واضحه فيها جدا جدا بتفاصيل كثيره يعني، في امثله كويسه وكذا موجود في البرنامج السياسي بتاع الحركه الفدراليه. لانه شفنا ده حق فعلا لانه يخدم حق الاقليات مرات في الديمقراطيه. طيب احنا في سؤال ثاني كان ليش احنا مثلا رافضين الحكم المركزي؟ احنا رفضنا الحكم المركزي هو لانه حسنا مجربين حكم مركزي بالناس في اريتريا ده حكم مركزي هو يعني الواحد شمولي ماسك هو اي حاجه. الحكم المركزي واحده من عيوبه شايفينها انك انت بالاغلبيه ممكن تهضم حقوق الاقليه، يعني الاغلبيه البسيطه 51% ممكن تهضم بها حقوق الاقليات والناس اللي هناك في حقوقها. احنا عشان كده رفضنا ان الحكم المركزي في الدول الافريقيه في الدول اللي فيها قوميات كثيره الحكم المركزي ما ادى الا الى حروب. وبعدين نشوف افريقيا بصراحه في بروفيسور اسمه ماجليتو كندي هو وهو مستشار دائم للحكومه الكنديه.
وبروفيسور هو في القانون الدولي. أنا كنت مرة معاه في اجتماع هنا في مدينة أبسالا، أنا اتكلمت وهو اتكلم، فاتكلمنا كان في كلامنا الحتة دي إنه فعلا المسألة بتاعت الحكم المركزي حتى في كندا اللي فيها تجانس ما ينفع، لأنه كندا فيها هنود حمر النيتيف مثلا، كندا فيها إقليم كامل بتاع كوبيك يتكلم فرنسي، رافض حتى الفكرة بتاعت إنه يتكلم إنجليزي. بالمناسبة لو مشيت من مونتريال حتشوف حتى هنا بالفدرالية أقنعوهم إن اليافطات تكون بالإنجليزي وبالفرنسي. قبل كم سنة كان إقليم كوبيك مثلا طالب بالانفصال من كندا وعملوا استفتاء، فشل بكم صوت يعني بكم نسبة بسيطة، كان 40 وكم 50 كان، لكنهم احترموا نتيجة الاستفتاء وبقوا في كندا. بلجيكا مثلا في أوروبا هنا حتنقسم لدولتين، متوقعين أنها تدخل 5 سنين تنقسم لدولتين، يعني الجزء الفرنسي والجزء البالوني مثلا. عندك مشاكل حتى في نيجيريا، في تهديد ان نيجيريا ممكن تنقسم على شمال وجنوب يعني. لانه الناس بتثبت انه الدول اللي فيها نادي لو ما عملت فيها فيدراليه جغرافيه واضحه بتدخل في حروب اثنيه مع بعض. الحكم المركزي في الدول دي ما ينفع، لانه الحكم المركزي معناه انت حزب الليله مثلا في اريتريا بالحكم المركزي نقول مثلا الليله اريتريا لو عملت فيها بالوضوح السكان بتاع سكان المنخفضات، بالمناسبه بالاغلبيه بس يا محمد ضرار مش يغيروا دينك، يغيروا اسم الدوله كلها، يغيروا اي شيء في الدوله. بالاغلبيه 51% جاب الحزب الحاكم، بال 51% يقدر يناطحك في اي حاجه. احنا دي اللي ما عايزينها، احنا دي المسمار بتاع دي حاجه اللي رافضينه في الحكم المركزي. ما ينفع في دوله فيها تعدد بتاع قوميات، فيها تعدد بتاع اديان، ما ينفع فيها الحكم المركزي، لانه بالحكم المركزي معناها انت ال 51% دي هي ممكن تحطمك او تجيب اجل كل الدوله يعني مستقبل الدوله. انا سؤالك برضه هرجع له ثاني في رد على السؤال اللي بعده، كان في الاخ معلش بقول ما محتاج بس في سؤالك كان جيد عن التوعيه بتاعت الناس وانت قلت انك تؤمن بان الحل الفدرالي هو الحل اللي ممكن يكون مناسب في دول فيها تعدديه قوميه وكذا، لكن كان سؤالك هو ليه يكون في حزب سياسي المسألة، ليه ما يكون في توعيه؟ هو شوف اي فكره يعني مثلا حتى اذا اخذت لك مثلا البيئه، مثلا حمايه البيئه والمناخ وتغير المناخ وكذا، ما فكره هي دراسه وفي ابحاث تثبت المسألة، لكن لو ما في جهه تعتبر موتور يشتغل فيها باستمرار ويعمل فيها لوبي ويأثر فيها على القرارات والقوانين اللي بتطلع اللي هي جهه سياسيه، بالمناسبه ما كانت تمشي المساله دي. الليله ما اغلب الدول اللي فيها ديمقراطيه فيها حزب بتاع بيئه، فيها حزب الخضر، دائما في حزب الخضر موجودين، حتى في البحيره الاوروبيه في السويد في المانيا، كل الدول. في افريقيا في الكاميرون بالمناسبه انا في الكاميرون لانه انا موجود هنا مع اكتف شديد او نشط شديد في حزب الخضر السويدي. حزب الخضر السويدي ساعد في لانه جاء وفد كان اتذكر انا زمان من الكاميرون وعايزين يشوفوا مثلا البيئه دي في الكاميرون عامله اشكاليه. الكاميرون فيها الليله حزب خضر قوي جدا، ساوث افريقيا فيها حزب قوي جدا، اثيوبيا بالمناسبه فيها حزب خضر قاعد ينشا في اثيوبيا نفسها، السودان فيه جمعيه بتاعت بيئه قويه جدا جدا قاعده تتحول لحزب سياسي، وانا متاكد لو نظام بيئه ديمقراطي في السودان الحزب ده حيظهر. ليه هي مع الناس ما عارفه ان البيئه قاعده تتضرر وانه عارفه المناخ وكذا، لكن اذا ما في موتور يشتغل في الحاجه القوانين بالذات ما تقدر، القوانين ما تقدر تشتغل الا بالسياسه. احنا كحركه فدراليه ايش المانع انه نشتغل؟ عندنا توعيه، عندنا مركز دراسات فدرالي، وعندنا حزب سياسي. ليه ما نشتغل الثلاثه مع بعض؟ ما في حاجه تمنعنا نشتغل الثلاثه مع بعض. احنا شفنا ضعف المساله بتاعت يكون بس مركز توعيه ودراسات وتوعيه للناس ونشر الفكر، بس لو اقتصرت على ده حتقدر تغير في القوانين براها. اوكي وعيت الناس توعيه فيه، لكن القوانين انت قاعد في البرلمان اللي يسن القوانين، انت اذا ما شريكه في سن القوانين انت معناه في اشكاليه، لانه بتبقى في مزاجه هو يعمل وما يعمل. انا احب شغل بس على اللوبي يعني زي امنستي انترناشونال وزي هيومن رايتس دي كلها تقارير هي، لكن ايش يقدروا يغيروا اذا ما اشتغلوا؟ اليوم امنستي انترناشونال تشتغل مع الاحزاب الخضراء الموجوده في العالم، هي بتدعمهم بدراسات وتدعمهم باي حاجه على اساس انه لما يخشوا البرلمان يخشوا لنا يكون عندهم دراسات معاهم، يكون عندهم ابحاث معاهم، يكون معاهم. احنا ده خلانا قبل في 2012 ننشئ في داخل الحركه الفدراليه مكتب خاص كان رئاسه كمان الاخ طه ناير، كان رئاسه هو
لانه هو شخص يحب الدراسات والكتب والقراءه، وهو يكتب كثير بالانجليزي بالذات، مثل الصهاينر ممكن مجموعه منكم تعرفوا. يعني هو مسؤول مكتب الدراسات ده في نشر، في توعيه داخليه، نعمل حلقات كنا تعليميه لاعضائنا دائما، اللي هي ستدي سيركل يسموها، اللي هي حلقات يعني تعليميه وتوعويه، نقابل الناس. انا حتى قبل فتره مثلا كنت في مدينه ثانيه قابلت اريتريين ناقشت معاهم. فهي التوعيه مع السياسه تمشي يد بيد، ما تقدر تسيب دي وتخلي دي. يعني حتى زمان مثلا الاحزاب الثانيه الحاكمه عندها نفس الشيء تعملها باشكال ثانيه، اللي هي نظام مدارس، توعيه، اشياء دي تتعمل. فدي يا اخي انا اطمنك، معلش انا اسف جدا من غير ما مسكت اسمك مع الكلام مع الميكروفون، لكن ما يكفي فقط انك تشتغل توعيه، حتكون يد واحده ويد واحده ما حتفصل. في سؤال ثاني كان برضه ضمنيا في كلامك، يعني مثلا انا مطوع ليه ما اشتغل. هو شوف الفدراليه، انا ما عندي فدراليه جزئيه، انا الفدراليه قاعد اتمنى لي كل اريتريا، بغض النظر انا جاي من مطوع ولا جاي من بركه ولا جاي من كبسه ولا كده، انا قاعد اتمنى لي كل اريتريا الفدراليه. زي ما اوعي ناسي برضه في سمهر، لازم اوعي ناسي اخواني في كرم. انا الان من بعتبر نفسي من سمهر، من كرم، من مركه، من اي حته، انا فريق انا واحد من اجزء منها. لازم اوعي في مكان ما امشي لازم اوعي. فهي الرساله بتاعتنا دي ما مقصوره على اقليم محدد او اتجاه محدد، لكن هي تيجي كيف انه لما انت تيجي خد دستور فدرالي، لانه اريتريا زي ما انت قلت هي فعلا مع المكونات الحقيقيه هي مفهوم الدوله عندنا احنا ذات تعرفها. اريتريا هي فكره سياسيه اكثر من دوله، لانه احنا ما كنا قبل 400 و500 سنه و1000 سنه نفس الدوله دي، كان في ممالك اقسيم، كان في زناغليه، في غيرها، يعني الناس كانت عايشه في ممالكها. الخرطه دي معاك اليوم رضينا وابينا هي واقعنا، زي ما انا قلت في بدايه المحاضره، ما اعرف اذا كنت موجوده ولا لا. يعني رضوها بالذات ابائنا في الاربعينيات، هم كانوا حريصين ان البقعه دي تاخذ استغلال، تكون معزوله في الرابطه الاسلاميه، هم اللي كانوا يناقشوا لها. رضينا بالمساله دي فنعيش فيها كجزء، نخلق لازم وطنيه. انا عشان اكون مواطن في بلد لازم اضمن حقوق في السلطه، لازم اضمن اغلب الثروه، لازم في المواطنه نفسها اشعر بامان. يعني الايدنتيتي بتاعتي والشخصيه بتاعتي ما في واحد يطعني فيها. الليله انا مثلا انا وانت لو مشينا رجع، احنا مواطنين درجه ثانيه بالمناسبه، احنا مواطنين درجه ثانيه. يعني لانه طبيعي لو ما تتكلم تجرينيا، ما تشبههم، ما تتعامل بنفس التعامل، حيعتبروك مواطن درجه ثانيه. انا دي بلاحظها حتى بالمناسبه عشان اكون صريح معاكم، حتى في السياسه الاريتريه الليله. يعني مثلا انا قبل فتره كنت مشيت مدعو لاجتماع عاملينه واحد من الاحزاب اللي هم اغلبهم تجرينيا، يعني الاجتماع بدا من السلام عليكم كده بالتجرينيا بدا. يعني انا الاخت جويل سالتني سؤال في مدرخ، كان في المبادره بتاعت مدرخ. اول اجتماع لما انا دخلت في المبادره بتاعت مدرخ كنا ما يتكلموا ما اصلهم تجرينيا، كنا انا وادريس همد. ادريس همد كان يمثل بالسكايب، فكان الرسل بدله ادريس همد من لندن. ادريس همد يتكلم تجرينيا، انا ما بتكلم تجرينيا، فهم بدأوا الاجتماع من البدايه بشكل بديهي جدا انه الناس كلها تتكلم تجرينيا. اتذكر ان الاخ مرة طوالي بالتجرينيا ويتكلم بالتجرينيا. انا طبعا عندي مرات كده يمكن خبث يمكن هناك خليتهم يتكلموا بالمناسبه. تلك ساعه كده لما سالوني انا عن الناس تعرف نفسها كده، انا قلت لهم ذاته قبل ما اعرف نفسي اسالكم سؤال، انتوا ايه الشيء البديهي اللي خلاكم بكل بداهيه كده، يعني بس طبيعي شيء طبيعي انه بديت الاجتماع باللغه بتاعت التجرينيا والكلام. فهم كلهم سكتوا، فكان الروي هو لانه يعرفني عايش معي اليوم انتبه يا جماعه، قال لهم صالح واحده ما يتكلم تجرينيا. وعنده ذاته في الاجتماعات السياسيه عنده مبدا انه الاجتماعات السياسيه الرسميه زي دي تكون باللغتين. وقفوا حتى الاجتماع، وقفوا الاجتماع وقاموا قال لي يا اخي عقاب اعتذروا واسف. انا قلت لهم حتى ما في الاعتذار بتاعكم ذاته، انا لكن في المفهوم بتاعكم ذاته اللي المفروض انه الناس دي كلها تعرف تجرينيا. قلت لهم لانه احنا لو كنا حتى احنا اللي عاملين اجتماع بجهه ما بتاع التجرينيا كنا احنا من البدايه حنقول يا جماعه مرات بنترجم مرات كذا، انتوا عندكم حتى مترجم ثابت قلت الليله بس غايب، انتوا بتاخذوا اعتبار للمساله دي، هل الجهه الثانيه تاخذ الاعتبار ده؟ فاخي احنا مواطنين درجه ثانيه الليله في بلدنا، ما من مواطنين درجه اولى. لكن بالنسبه لي انا زي الشركه كل واحد في اي مواطن اريتري، اي شخص اريتري عنده نفس السهم بتاع الشخص الثاني،
بغض النظر هو قوميته ايش ولا جاي من وين، اقليه ولا قوميه صغيره ولا قوميه كبيره، هو واحد. هو بالنسبه لي انا صالح صراحه. عشان كده احنا ما دارين حكم مركزي حيبقى بزول عشان هو اكثر، يعني القوميات الضعيفه تكون لا اقل، لانه ده بالاغلبيه دائما، لانه عدده مثلا مليون يقدر يجيب، او لانه ثقافته منتشره، او لانه كده. بالمناسبه الليله في اريتريا تمشي بعض الشوارع في داخل اريتريا بعض اليافطات في مناطق كنت ذاتك محمد درار وغيره كده تلقى اليافطات بالتجرينيا فقط موجوده، بس باللغه واحده بالتجرينيا. دي انا عايز اشيلها، مش انا رفضا للغه التجرينيه، لا، تكون بالعربي والتجرينيا، تكون باللغتين. اذا اقتنعنا احنا امنا كلنا انه مثلا حيكون في ازدواجيه بتاعت لغه فارسيه، او اذا الناس ما اختارت تكون لغات المحليه خلاص تكون ب9 لغات ان شاء الله. اللغه اللي انا دي بقصدها انه هنا في الحته بتاعت الحكم المركزي في دول زي اريتريا سيئاته كثيره والغامه كثيره، وكل يوم حنطلع في المغرب ونعصف قنبله ونعصف لغم يفجر فينا حاجه جديده. انا ده هو سبب رفضي للحكم الفدرالي للحكم المركزي، وده اللي يخليني اؤمن انه الحكم اللامركزي هيديني حقوق اكثر في بلدي، يخليني اكون انا مواطن درجه ثانيه. معلش انا طولت في الاجابه، بس اسئلتكم جميله عشان كل واحد ما يقدر مره تختصرها، فانا ادي فرصه ثانيه للسؤال الثاني. كان في الاخ كرم 3 ستات افتكر في الصفحه. طيب انا اخلي الميكروفون اخ عادل. شكرا أستاذنا صالح صباح. ونفس الزمن اللي كنا تكلمنا عليه اكتمل وزيادة، يعني بالرغم من أنه ما كان في ترجمة لكن أخذنا زيادة، وبالتالي يعني كده الأمسية تكون انتهت وأنت تأخذ راحتك، ولكن حديك آخر كلمة إن شاء الله بنسمع منك آخر كلمة، وبعدك نكمل الأمسية. اللي بعدك المتبقين أنت بإمكانك يعني تسمع. ممكن الناس إذا عايزة تمسك كده يعني حنغيم الأمسية كيف كانت كده. تفضل المايك لك، لأنه كرن 3 ستات مختفي. إذا أنت كرن إذا موجود أنا حديك فرصة، أنا حأنزل منك كده أسأل سؤالك وعلى طول بعدك الأستاذ هنا. ألو أنا مسموع؟ كرن عندك إشكالية جدا، لو تقدر تكتب سؤالك يا ريت كان تكتبه عشان نقدمه لك مكتوب. عندك مشكلة جدا. يا جماعة هو مسموع تقريبا، كذا أنا بنزل. إذا أنا مسموع أعطوني لينا. أنا حقدمك بدل كرن. وكرن إذا تقدر أكتب سؤالك. لينا من ولا قال؟ أيوة معلش الحين مسموع. الآن مسموع؟ مسموع يا كرن، مسموع واسع، بس أنت قول ساكت بس أنت مسموع. طيب إذا أنا مسموع هي مداخلة لو تسمح لي يعني. واصل المداخلة، واصل طوال واصل. أوكي حواصل. إذا أنا مسموع بواصل. أولا يعني نحن ما يجب أن نعلمه أنه في أنظمة الحكم هي نظام حكم مركزي وحكم لا مركزي. هو ما سؤال على فكرة، أنا هي مداخلة. نحن كما نعرف النمط الحكم المركزي تتركز فيه السلطة في يد حزب واحد أو فرد أو أسرة، وبهذا يكون المركز هو المتحكم على الأطراف، وهو مسترجع السلطات، وليس للأطراف أي حق في التصرف خارج إرادة المركز وإرادته. غير أنه نجد مرات أنه المركز يرخي ويعطي بعض الصلاحيات ويعمل إدارات مركز، وهذه إرادات متى ما أراد سلبها وسحبها، كما كان سابقا
إمبراطور هايلا سلاسي كان عنده 14 ولاية وعنده صلاحية يعطي صلاحيات وينقص ويزيد أيضا النمط الآخر هو النظام الفيدرالي. النظام الفيدرالي من أهم خصائصه نظام حكم ينص عليه الدستور، ونص الدستور عليه يعني أن لا أحد يستطيع إلقاءه، والطريق الوحيد إلى إلقائه هو الاستغناء بالاستفتاء الشعبي وما في غير ذلك. فنحن إذا رأينا أنه لماذا نحن نخطأ أساسا، إيش اللي يخلينا نحن بنسعى إلى الحل الفيدرالي؟ فالمشكلة القائمة في إريتريا هي هيمنة أصحاب مشروع شيفوني وسيطرتهم، يعني سيطرة كاملة على كل ربوع البلاد، ورغبتهم لسحق كل الفئات الأخرى وعدم منحهم أي فرصة للحفاظ بهويتهم وخصوصيتهم والتمتع بحقوقهم الدستورية والقانونية. وعليه فإن طرح الخيار الفيدرالي يأتي بعد دراسة عميقة للواقع الإريتري، وذلك من خلال التأمل في التجارب البشرية التي سبقتنا في تبني الحل الفيدرالي. مخرج طبعا أنا بتكلم كصفتي فيدرالي وأنتمي للحركة الفيدرالية، ويعني الحركة الفيدرالية هي مخرج لهذه الإشكالية. وطبعا وحل هي طبعا لهذا التنوع الإثني. إن التجربة الفيدرالية في العالم كانت لضمان وحدة الدولة، لفك الاشتباك بين مكوناتها المختلفة في هويتها الثقافية والاجتماعية، والانقسام الفعلي للسلطة والثروة لتحقيق قدر من العدالة الآمنة والمطمئنة. إن الحركة الفيدرالية أو إن الحل الفيدرالي قائم على المؤسسية، ويعنى بتوزيع السلطات والاختصاصات بين الولايات والسلطة المركزية، ويكتسب شرعيته دستوريا كما قلنا، بحيث أنه يستوعب التنوع الفكري والثقافات المتنافرة والتوجهات السياسية المختلفة والاختلافات الإثنية. كل هذه التناقضات يقر بها حقا مصانا ومقدسا لكل الولايات المكونة للاتحاد الفيدرالي، حتى تسجل حضورا واقعا في وطن يسود فيه العدل ويتعايش فيه الفرقاء تحت مظلته العادلة. أما مسألة التقسيم الفيدرالي في إريتريا ولايات ولا أقاليم، فإن ذلك التقسيم لابد أن يكون وليد حراك. يعني كأنه قبل شوية كان يقول لماذا الحركة الفيدرالية؟ كلنا نحن فيدراليين وأنا أنادي الفيدرالية. فيدرالية هو حكم، ليس في إريتريا حاليا حكم فيدرالي، ليس هناك حتى نحن نقول كلنا تحت فيدرال. لابد أن يكون في حراك حتى يخلق هذه الفيدرالية. فهذا جواب لكألو، أنه إذا كان موجود ويسمع، أنه لابد أن يكون في حراك سياسي. وطبعا طبعا مسألة التقسيم الفيدرالي في إريتريا ولايات ولا أقاليم، فإن ذلك زي ما قلنا يحتاج إلى وليد حراك سياسي، وليس يعني من تفسير أو تصميم جهة بعينها. حتى نحن يعني نقول عندما نجتهد ونقول جغرافيا، فليس هذا
ربما يكون هناك آخرون يطلبونها بطريقة أخرى بثقافية وغير ذلك. وبالتالي كل تقسيم يحقق كل التقسيم تتحقق به العدالة ويرضى به كافة الأطراف المتعاقدة عليه، يمكن أن يكون خيار. الحل الفيدرالي هو حل متطور مع الزمن، له قالب محدد ومنطق معلوم، ومن خلال التطبيق قد يكتشف بعض التغييرات فيه ويعمل على سدها. أو يعني طبعا التغييرات قد تكون غير مرغوبة، فبالتالي تعالج، لأن الحل الفيدرالي وسيلته في التعبير عن ذاته. الحركة الفيدرالية تجتهد في طرحها مسألة التقسيم الجغرافي، وهذا ليس يعني مطلقا، يعني نحن اجتهاد، وربما الجغرافيا ربما نجد نجد من ينادي بتقسيم بطريقة مختلفة. وإذا كان كمثال أنه الثقافية، هناك من ينادي بالتقسيم الثقافي، يعني منخفضات ومرتفعات زي تقسيم مرتفعات ومنخفضات وعفر، يعني 3 تقاسيم. وهناك من يريدها كإثيوبيا. هذه يعني اجتهادات هي، ولهذا هو الحراك السياسي لابد أن يكون. وأخيرا أقول بأن الحل الفيدرالي أو أن الفيدرالية هي ضمان الأقوى لحماية الدولة من سطوة أصحاب المشروع الشيفوني الدكتاتوري أو نظام فاشي مستبد آخر. وشكرا وعفوا على الإطالة. شكرا أستاذ كرن 3 ستات. وأخيرا تمكنت من المايك بعد جهد. شكرا على الاجتهاد اللي اجتهدته، وشكرا على المداخلة، وشكرا لأستاذنا صالح صباح. يا جماعة أكثر من كده ما حنقدر نمسكه، كمان رجل الفتران والزمن كمان كنا تكلمنا عليه، وبالتالي حنقفل الأمسية مع بعد آخر كلمة للأستاذ صالح، ومنه نحن حنبدأ نغيب في الندوة، وإن شاء الله الجايات أكثر من الرايحات حناخد يعني ندوات أكثر وأكثر، لأن الموضوع ده موضوع كبير، هو موضوع يحتاج تعبئة، يحتاج توعية، يحتاج شغل شديد. طالما أن الواحد مؤمن بالشيء اللي قاعد يعمل فيه فلازم حيضحي، يحتاج تضحية كبيرة من زمنك، من وقتك ومن وقت شغلك، ومن يعني من كل الأشياء. وبالتالي يا ريت لنا والله يعني نحن أكثر من كده، إذا كان هو يعني يقول أوكي ما في مشكلة. أستاذ صالح ريت لنا كذا مرة قاعد أكتب، ولكن لازم حتمسك المايك وتسأل بالكتابة. أنا في حد ذات أنا شخصيا ما حقدر أعمل إيش اسمه، لكن إذا في حالة إذا تقدر تمسك المايك أمسك المايك مباشرة. لكن بالكتابة أستاذ قربل بدري استأذن من بدري وكلمنا إنه ما يقدر يمسك المايك. إذا أنت تقدر تمسك المايك أمسك المايك، ما تقدر تمسك المايك ما حقدر. أنا كمان يعني حاسة نجتهد في كتابة وإيش اسمه. فمرة ثانية ممكن تقدر تمسك المايك، أنا حديك فرصة امسك المايك. على ما تقدر تمسك المايك وريني ما حتقدر تمسك المايك عشان الأستاذ صالح يقدر يقفل الأمسية. تفضل ريد، تفضل. السلام عليكم، في صوت؟ في صوت ريد لين، تفضل. السلام عليكم أستاذ صالح. لدي سؤال واحد. أولا شكرا على هذه الأمسية القيمة، رغم أنني دخلت يعني في اللحظات الأخيرة يعني من مداخلاتك، وكان فيها رد على السؤال الأخ محمد درارت أعتقد. سؤالي بصراحة يعني
أولا أنا أحييكم على هذا الشجاعة وعلى هذا الفكر، وأحييكم طبعا على هذا البرنامج. أنا أعتقد أن النظام الفيدرالي أو من ينادي بالفيدرالية في إريتريا أعتقد أنه يحمل مشروع يعني، وليس اسم كما هو موجود يعني في الساحة الإريترية. وهذا يعني بمعنى أن هناك في مشروع ويحتاج إلى اجتهاد فعلا، اجتهاد كما اجتهد الأخ كرن 3 ستات. شكرا على مداخلتك طبعا. يعني أنا سؤالي طبعا في الزمن هذا، يعني في حين أن أنتم تقارعوا النظام في حال أن أو اجتهادكم أنكم تثبتوا لكل إريتري حقه، يعني بغض النظر عن هو من الشمال من الجنوب ولا من الهدبة ولا من المنخفضات، بغض النظر عن هو من هو. لكن أنا أعتقد أن حسب قراءاتي للبرنامج الحركة الفيدرالية أنها تنادي بحقوق إثبات الحقوق للجميع، يعني كل حسب ما هو موجود. السؤال الآن الحالة القائمة ما بين النظام الإريتري والنظام الإثيوبي حاليا، يعني ما هو أنتم كحركة فيدرالية يعني موقفكم منها؟ يعني أعتقد أنكم متابعين جيدين في هذه الآونة الأخيرة لما يحدث ما بين إريتريا وإثيوبيا، أو كمان بمعنى أصح ما بين السياسة الأفورقي ونظام الإثيوبي. نقول تقريبا إثيوبيا باعتبارها أنها دولة تقريبا لديها نوعا مؤسسات. فما هي، هل أنكم تعتقدون هذا المشروع سوف يأخذ الأخضر واليابس وكلنا نطلع من المولد بلا حمص، أم أن هذه هي بوبعة بس ستزول يعني مع زوال هذا النظام إن شاء الله؟ وشكرا. أنا بس أحتاج رأيك في هذا الموضوع. شكرا أستاذ صلاح. تفضل أستاذ صالح. بالرغم طبعا السؤال ده كنت ذكرته في الندوة، وإن شاء الله باختصار كده عشان تجاوب على الأخ ريد. وشكرا لك أخونا ريد على السؤال. شكرا الأخ ريد، برضو شكرا الأخ كرم. أنا طبعا ما قدرت أعرف الأخ كرم منو بالضبط، لكن من الصوت يمكن أخمن، لكن برضو حيخليني أنوم الليلة مرتاح إنه الحركة فيها جنود زي الأخ كرم واعي جدا ولخص يمكن كلام كثير في كلام وجيز يعني. أشكرك أخ كرم. أنا متوقع تقريبا مين أنت من الصوت، لكن مع الميكروفون كده صوتك متغير. لكن كل الأحوال سعيد بأنك أنت حركة فيدرالية دي كويسة يعني. لكن سؤال الأخ رجسي طبعا زي تكلمنا عنه، لكن أرحب بك الأخ رجسي وحكرر تقريبا إحنا موقفنا. أنا قلت إن إحنا عملية السلام الموجودة دي هي إحنا طبعا كتنظيم سياسي ما نرفض السلام. كويس إنه يكون في سلام بين الشعبين، مش بس المفروض يكون بين المنطقة كلها في الغرب الأفريقي، لأنه المنطقة دي يعني عليها لعنة تقريبا. يكون في سلام ما بين إريتريا وإثيوبيا، تبوظ العلاقة ما بين إريتريا والسودان، أو العكس تبوظ العلاقة بين السودان. المثلث ده دائما من بعد الاستغلال على الدول من الاستعمار هو مثلث يعني مصاب باللعنة. يا تقوم جيبوتي بهناك يا تقوم الصومال بهنا، فالغرب الأفريقي هو دائما يعني محك مشاكل. فنتمنى السلام. رفضنا احنا السلام من حيث المبدأ بين إثيوبيا وإريتريا، لكن احنا رفضنا الاستسلام. يعني هو السلام فعلا هو من جهة واحدة. إثيوبيا حققت مكتسبات من السلام، فكت الأسرة بتاعتها، زادوا الحرية بتاعت الإعلام، حصل نوع من النمو الاقتصادي. بس فترة السلام دي خلى دول تجي تستثمر في إثيوبيا بشكل قوي، دول أوروبية، دول من الشرق الأوسط، الهند كده بدأوا يستثمروا، لأنه زمان كان في دائما في حاجة بتاع احتمال تكون في حرب في المنطقة ولا يعني. فإثيوبيا هي اللي استفادت من السلام. طيب ماذا استفاد إريتريا من السلام؟ عملية الاستسلام دي يعني. إريتريا هو
هو بين ذاته ما كل اريتريا، هو الكلام ده ما بين اسياس وسيزيا تقريبا، لانه ما كل الاريتريين قالوا رايهم في الموضوع. الحرب اصلا 98 قامت بحجه انه بادمي اخذوها للسجين ما رجعوها. حتى تقريبا مره قريبه السنه حتمر على مما وقعوا اتفاقيه السلام، بعد كم شهر حيكون تقريبا مر عليه سنه. هل بادمي رجعت؟ هل نوبشت اصلا القضيه ولا رجعت بادمي؟ لا بالعكس ما رجعت. وكمان سيزيا حرص مكتسبات اخرى ارضيه في المنطقه بتاعت اريتريا اللي هي زي ما انت شفتها اتفاقيه السلام، اتفاقيه تعمير وتحسين الميناء بتاع مصوع. بالمناسبه مضت الاتفاقيه مش اسياس الفرغ، مضت في ابي احمد. فابي احمد حقق مكاسب انه لسه محتفظ ببادمي، ولسه قاعد يزيد كمان انه اخذ يوقع اتفاقيات باسم اريتريا ميناء مصوع قاعد يعمل هذا. ولسه في اتفاقيات حتتم كمان في خط ملبس سكه حديد حتجي عصب فيها وحتجي تشوف غيرها، وفي محطات كهرباء قاعد تجي من السد بتاع ناحيه مر، وكلها هي دي مكاسب ماليه حيستفيد منها سيزيا. فماذا استفاد او استفاد الشعب الاريتري من السلام اللي وقع عليه اسياس الفرغ وعصابته؟ الى الان صفر ولا حاجه بالمناسبه، ما في اي فائده واضحه. الشعب لسه المساجين سجون مليئه بالمساجين، مساجين يعني المساجين السياسيين بالالاف، هم لا تزال لسه اريتريا صغيره جدا. العمله لا تزال موجوده في البنوك، الواحد ما يقدر ياخذ اكثر من 5000 نقطه في الشهر. لا يزال اللجوء كثير من اريتريا. تعرف بعد عمليه السلام اضطروا يدخلوا الحدود مع اريتريا، لانه خلال فتره وجيزه اكثر من 50,000 اريتري لجؤوا لسيزيا، لدرجه ان سيزيا ما قدرت تستوعب وقفلوا الحدود. فاين هو السلام يعني؟ فاحنا اذا ما عمل سياسه، هو اذا عايز فعلا رجل سلام المفروض يعمل سلام اول مع نفسه ومع شعبه وارضه، وبعدين يعمل سلام مع الثانيين. لكن من ناحيه المبدا وان كان رد سياسي شوي، احنا ما ناخذ هذا السلام من ناحيه المبدا، لكن نرفض الاستسلام. يعني الاول السلام ولا الاستسلام. اثيوبيا بعدين كمان لا تزال ماسكه العصر من الوسط. المعارضه بالمناسبه موجوده في اثيوبيا، مكتب التحالف مفتوح، التنظيمات السياسيه موجوده. ما قالوا للمعارضه اخرجوا برا، وقفوا فعلا الدعم المالي ما عدا التنظيمات اللي عندها جنود، موجود دعم مالي لها الى الان لا يستمر. ذات الرسالة هي تحتاج إلى نقاش في وقت آخر. يعني موضوع السلام وموضوع الغرة الأفريقي جلسة ثانية، ممكن واحد مرة ثانية في وقت آخر، يعني الناس تيجي تعمل له حلقة لوحده لأنه طويل هو، وفي أيادي كثيرة خفية، أيادي سعودية، أيادي إماراتية، أيادي أمريكية، وكأنه هو يعني اجبر على السلام انه يعمل السلام مع سوريا، ما كان عنده مخرج اخر. يعني كانه قالوا له يا اخي تعمل كذا انا اطلعك برا اللعبه. فاختار هو المساله دي ليس رضاء بالسلام، ولكن مساله بتاعت عشان يواصل على الجلوس في الكرسي بتاعه. لكن في ايادي اخرى قاعده تلعب في المساله دي اكبر من السياسه، وللاسف الشديد يعني مش هو اللاعب الاساسي السياسي في التغيير الخريطة الجديدة اللي منطقة القرن الأوسط، إذا مسكنا من سوريا إلى اليمن وإلى سوريا وإريتريا والسودان. ليس فيها فرق هو باللاعب رقم واحد فيها، بينما يكون هو في الاحتياطي أصلا يعني موجود فيها. فده تقريبا بشكل مختصر عن المسألة بتاعت السلام. رأينا في كحركة فيدرالية من ناحية المبدأ لا نرفض السلام، لكن الحاصل اللي احنا ما شايفينه الا استسلام وليس سلام من جانب الاريتري. يعني لما ترجع الاراضي الاريتريه، سيادتنا للسياده الاريتريه ترجع محلها، لما يكون في سلم في داخل اريتريا في المقام الاول، ذاك وقتها نقدر نتكلم عن السلام الفعلي. السلام لانه اذا ما تستفيد منه ايش هو السلام يعني؟ هو ما شيء دبلوماسي، لانه بس ما شيء دبلوماسي لانه هو شيء في الارض الواقع لازم يترجم، والى الان في اريتريا لا ترجم ولا يترجم شكله في الوقت الغريب هذا يعني للاسف. يعني سوريا قاعده يعني زي بتضحك على اريتريا. عملوا سلام، السلام لسه توقيع الحبر ما جف على الورق، وعلقوا تمثال بتاع عائلة الله في اثيوبيا يعني في منظمة الرحلة الافريقية.
كلام عليه علامة استفهام كثير الأخ فيه، لكن سؤالك في محله، وأرجو إنه أكون اختصرت في الإجابة ما أطلت عليكم. فأنا حابب أرجع المايك للأخ عادل، وأول ما أخش في الكلمة الأخيرة فأنت وجهني يعني. المايك تفضل بالمرة. نشكرك جزيل الشكر أستاذ صالح، وبالمرة وجه الكلمة الأخيرة، وبعد ذاك نحن شبابنا يعني بإمكاننا حنغيم الندوة، وبإمكانك تجلس تسمعنا، أو كمان يعني زي ما أقول تقريت الفاتحة إني دقل كان قد بشركة. ولكن يعني لندوت يعني بوجهة نظرنا الندوة كانت غيمة جدا، ولكن زي ما ذكرت لكم بتحتاج تعبئة بكثافة، يعني تعبئة مكثفة للجماهير عشان تكون يعني من الآن تكون مستعدة، لأنه أمامكم معارك طويلة وصعبة وشرسة يعني حيتم خوضها. فتفضل أستاذنا صالح صباح، كلمة أخيرة لك، تفضل. شكرا حبيبنا. أنا طبعا أحب بس يعني أوجه الشكر للأدمن بتاع الغرفة وللضيوف وللأسئلة الذكية الجات. أنا استفدت كثير بصراحة من الأسئلة بتاعتكم والمداخلات الجات، برضو استفدت كثير. وأتمنى أن دي ما تكون آخر مرة الواحد يستضاف. أنا شعرت كأني في بيتي يعني في غرفتي معاكم، فحبيت بس أشكركم ونواصل. وأنا زي ما قلت النقاط اللي أخذتها والقياس الضمنية والواضحة يعني استفدت منها، وإن شاء الله نواصل كلنا. ومهم يعني أنا دي حاعتبرها الغرفة الجميلة بتاعتي. بعد كده أمي تقول شمريت بيساء بيت، فأنا الغرفة الثانية زي بيكوها لا الغرفة الثالثة، فمثلوني بيها شمريت بيساء بيت هو ده غرفتي حسي. فأقول لكم تصبحوا على خير، وألف ألف شكر للصبر بتاعكم ولسعة صبركم، وإن شاء الله أكون يعني توفقت. أنا طبعا حطلع على أن التقييم يبقى أفضل لو أنا ما موجود، فعشان تاخذوا راحتكم في التقييم. وألف شكر وتصبحوا على خير كلكم يعني. مع السلامة يا شيخ، مع السلامة. مع ألف سلامة أستاذ صالح. اللي بقى ميكروفون اللي كسكة زي قلت كم تحزن الشبه اللي قلت أنت في المايك. شكرا جزيلا. ها يا جماعة سماعكم، تفضلوا. محمد درار شوية كده لحظة بيجيكم راجع. محمد درار تعال أنت ويكالو. وين يكالو؟ هلا أستاذ هلا. وين يكالو؟ قال له اطلع شيل الميكروفون. يكالو شايفك انت كاتب قبل كاتب له يعني كمان عايز توضيح منك، فعايزين ان شاء الله انا ارائكم في الندوه وكونوا مرتاحين. يعني الضيف قال انا عشان تاخذ راحتكم انا حامشي فخذوا راحتكم اكثر. ايوه غيموا خليتني يعني بالمناسبة ديمقراطية يعني أحسن من كده ما في. خذ راحتكم قال لك، لأنه طبعا عندنا مجتمعنا أنت عارفين يعني بنتقبل إذا كان عرفنا الزول الموجود معانا عشان ما يعني نتقبل، فهو ادانا راحتنا ان ناخذ راحتنا نغيم بطريقة. ايوه لتري 22 حياك الله. عدم وجود كان فيه عددية أقل. تفضل رتري يكال. أهلا وسهلا، تفضل يا شباب غيموا وأنا أجيكم بعد شوية يعني. تسلم أستاذ يكالو. أول يا ريت تشيل المايك. أنا أول تقييمي للأمسية أمسية جميلة، أمسية استفدنا منها على الأقل ذاته. عرفنا الفيدرالية، الفكرة الفيدرالي بتاعنا الفيدرالية بتاع الأخ إيكالو وبعض المتسلطين السياسيين. بس ما عايز أكون جارح، لكن بالنسبة لي هم متسلطين في الفيدرالية. المفهوم الفيدرالي اللي بيتكلموا به أخواننا العباغرة القرن الأفريقي، المفهوم
المفهوم الفيدرالي بتاعهم فكر غريب. عشان كده أنا قبل سألت سؤالي لأستاذ صالح عن وعي الشعب الأريتري، لأنه في شخصيات أو سياسيين أو ناشطين سياسيين مدين أو فكري انفصالي الأريتري. فدي الحاجة أنا كنت أنا عايز توضيح من ضمنهم حبيبنا إيكالو بعد ما خش فرضه للاسم شنو ده، فرضه لأنه الفضائية تكون في منطقته. يعني أنا لو متعلم لازم أعلم بس إقليمي وأخلي هنا الباقين في جهلم، صح؟ أما لرفض للتنظيم الفيدرالي أو للفكر الفيدرالي، أنا بالنسبة لي أشوفه فكر مغيد للحركة بالذات للأريتريين عامة. الشعب الأريتري في حوجة لصراع أو لعمل بيد واحدة عشان يبنوا الوطن من جديد. بعد ذاك فكر الفيدرالي بعد ما يكون الشعب في وعي تام في مرحلة تكون ما بعد العمل الجاد ممكن، لكن حاليا أنا أشوفه بالنسبة لي لا يصلح أن يكون نظام لأريتريا. وجهة نظري أنا. اتمنى كمان الزعيم إيكالو يورينا الفيدرالية بتاعه والمفهوم الفيدرالي بتاعه. تفضل إيكالو، أخذ راحتك. الو، انا كنت في الصف الظاهر، الصف بتاعي ان شاء الله مسموع. الو، دلالة اللينا اللي بيتنا تقرايت ولا انا عربي ذاتي يا امرنا لتقرايت بديت اللي تقراي بس ابوه عربي لتلاقوا كلهم ها. على كل حال الناس بجد يعني عربي تقري كل واحد، المهم قريبين لبعض، حتى التقرينية كلنا اسسنا عربية، والتقرينية انا ما بتخيلها الا يعني رطانات يعني للعرب يعني. وشكرا. اما عن الامسيه جميله، انا ما حضرتها كلها، لكن كنت يعني بخش وبطلع لانه انا متابع ناس صلاح الحركه الفدراليه من فتره طويله، وحتى لما كنت مع النظام برضو كنت يعني بشوف التنظيمات المعارضه دي رايها شنو وافكارها شنو، وكنت متابع كثير يعني. واكثر ناس عجبوني يعني رواد لي وناس قدام لي هم الحركه الفدراليه اللي فيها ناس صلاح الاخ المتحدث، وفي حركه فدراليه ثانيه برضه انشقت، يعني يمكن بدوا مع بعض وانشقوا الى جهتين، اللي هي كانت بقياده عمنا نسيت اسمه ذاته. و المهم الفرع الثاني برضه عنده راي في الفدراليه، هي الفدراليه الثلاثيه. وديل برضو في النهاية أنا صلاح ديل ناس رواد بتاعنا ومعلميننا في الفدرالية الجغرافية، وأنا فعلا لما جيت للمعارضة لقيت إنه أحسن حل وأنا أفكر فيه هي الفدرالية الإقليمية الجغرافية، اللي هو على حسب فكرة المتحدث. المهم السهرة هي جميلة، وده برنامج الشعب لازم يوعى إنه الفدرالية يعني تحكم منطقتك ولك مشاركة في الوطن. الفدرالية هي يعني تضمن حقوق الأقليات. علشان كده إذا شفنا دول العالم كلهم، يعني دول العالم اللي كانوا مركزيين كثيرين جو إلى الفدرالية. الفدرالية يعني بدأت، مع إن هي بدأت في أريتريا قبل أوروبا، لأنه كل منطقة كانت تحكم منطقتها في المرتفعات، لكن ممكن نتكلم عليها مرة ثانية. لكن في أوروبا يا هو بدأت بسويسرلاند فدرالية، ومشت لأمريكا فبقت فدرالية، وكندا فدرالية، والهند فدرالية، وبرازيل فدرالية، وكذا دول فدرالية، وبعدين إثيوبيا فدرالية، والسودان فدرالية يعني بالنظام الولاية بتاعه. فأنا لكن شنو يعني كنت بشوف ناس صلاح ديل يعني بعد ما نحن جينا تكلمنا عن الفدرالية وعملنا إقليم، يعني عملنا تجمع يعني رابطة إقليم سرايا، كلامنا كله لما نطلع لايف بنقول نحن دايرين فدرالية في أريتريا. وفي جماعة من الناس الكلوكوزاي برضو قالوا دايرين يحكموا منطقتنا الكلوكوزاي، لكن دايرين فدرالية في أريتريا. فالناس اللي قادونا في المسألة هذه وعملوا مركز دراسات ودرسوا، بنشوف مع إنه يعني الناس دي اللي قدموا كثير وعملوا كثير، لكن كونه ما يعني المفروض يضمونا معاهم. نحن ما فدراليين. أنا إن شاء الله يعني إذا أستاذ صلاح سامع ولا كده لازم يجيب إنه الحركة بتاعنا العفر هم فدراليين، دايرين فدرالية في أريتريا. الكنامة دايرين فدراليين، لأنه جرمانو الغاية بتاع الكنامة
عثمان منو ولا القائد بتاع كنامه في اثيوبيا طوالي كان بيقول نحن دايرين فدراليه في اريتريا. فالناس دي كلهم لازم نصلهم ونوضح لهم الدراسات اللي حسي وصلت انه الفدراليه هي مهمه وتضمن الاقليات وهو حكم اجمل، والعالم كله نص العالم الان فدرالي. فانا بس بشوف الناس دي يعني في تقييم السهره هي سهره جميله، ولكن يحتاج هذه الفكره تتروج في الشعب الاريتري ويختار يعني. وفي ناس محمد ضرار هذه دايرين حكومه مركزيه ووحده وطنيه، هم قاعدين يروجوا من ناحيتهم ونحن نروج من ناحيتنا برضو. فانا بشوف لازم نعمل فيه كثير، وكونه الاستاذ صلاح حضر برضو السهره هذه ويمكن 3 ساعات واكثر وادى هذه المعلومات، انا شاكر له. واستاذ صلاح راجل تعلمنا منه كثير، وشكرا يا شباب. اذا في اي مداخله ثانيه جاتني فكره كمان بجيكم راجع ثاني. وشكرا على دلاله اللينا، اصبحت محل بتاع حريه، اصبحت محل انه الاريتريين يدوا فيها افكارهم ويتكلموا كلامهم. ودي فكره جميله، ودي ما دلاله اللينا ما بس تقرا بس، وهي لكل الاريتريين. وشكرا يا دلاله اللينا، والمهم ربنا يديكم العافيه ويزيدكم قوه وازدهارا يعني. شكرا يا شباب. معلش الزول اللي قدامي ده انا حالف كلكم، بس انا في سنيتنا.com انا قبل والله نسيت ياسر كوكاني سنيتنا يوحنا سقاينا ياسر كوكاني دول الرسعكم معلش والله كمان يعني لقيت ريمدي بمره واحد شويه اللي هو ديكم. فشكرا لسنيتنا يا جماعه. سنيتنا ده من في هوبو الورود ما تنسوا يا سنيتنا ده وراء ماقل الامسيه مباشر لايف على الفيسبوك. و سنيتنا اللي حلفته يوم يعني اليوم ما شاهد الندوه هذه بكره يشاهدها في اليوتيوب في سنيتنا.com. وانا اللينك ان شاء الله حرسله للاستاذ صالح صباح، وكمان كرن 3 ستات موجود هنا حرسل لك اللينك. فكل من لم يشاهد الامسيه هذه الندوه هذه ترسل له. فشكرا لك سنيتنا، وحناخذ له سامر لنا وان شاء الله ربنا يزيدك ديبا فيديو اللي قلت انا الدف يوم 4 لح بزح على الديبو. فنقول ان شاء الله حقق الناس اللي قلنا يديكو وقل ممكن دي في اليوتيوب تكتبوا سنيتنا يعني تكتبوها بالانجليزي في اليوتيوب سنيتنا.com. هتجيكم يعني بكرة بعد بكرة تجيكم الندوة تشوفوها، وصورة بتاع صالح صباح تشوفوا وتتابعوا. فكده شكرا لك سنيتنا. فتفضل القراية علامته، تفضل ريد ولا من ما أعرف ما أدري، لكن أنا حأنزل منه أشوف القراية.